السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا وحشيني كتير من الفيديو اللي فات. عملنا مع بعض الكحك العيد وكان حاجة بمنتهى الجمال، اللهم بارك. النهاردة جاي لكم بقى بالبسكويت، اللهم بارك، برضو حاجة في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. مقرمش وجميل وبسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده زي البيديفور بالظبط كده، ومقرمشة وجميلة. طبعا قبل اي حاجه ما تنسوناش بدعوه حلوه من قلوبكم الجميله، وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. هنا كنت بوريكم طبعا معانا ايه. معانا كيلو من الدقيق، طبعا نخلينه مجهزينه. معايا 4 حبات من البيض. معانا بيكنج باودر، معانا فانيليا. معايا حوالي 3 معالق كبار من الحليب. ومعايا 250 جرام من السكر البودر، ورشة ملح صغيرة جدا ما ننساهاش طبعا. حطيتها كده على الدقيق وقلبتها. وطبعا معايا ريحة الموز بتيجي من عند العطار، والنشادر برضو بتيجي من عند العطار. تقولي له عايزة نشادر للبسكوت، وهيديكي هو كل حاجة. والمقادير بتاعته بسيطة جدا زي ما انتم شايفين. ومعايا 400 جرام من السمنة. طبعا ديت سمنة كده زي ما انتم عارفين معايا وعارفين متابعيني ان انا بخلط سمنة بلدي على سمنة نباتي من عندي، وبعمل بيها كل حاجة، وبتطلع معايا الحاجة بسم الله اللهم بارك ومنتهى الجمال. ولو ما عندكيش سمنة خالص النباتي برضو هنعمل بيها احلى بسكوت. وعايزة اقول لكم يعني انا عملت البسكوت بسمنات كتير والله، وبيطلع معايا بمنتهى الجمال، وكمان بيتعمل بالزيت برضو وبيطلع في منتهى الجمال. انا عملته هنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا معلش اعذروني، انا هعمل على العجان كده عشان ايدي طبعا بعافية شوية الحمد لله. طبعا السمنة لازم نستخدمها تكون في التلاجة، ما تستخدمهاش من حرارة المطبخ، لا هنستخدمها طالعة من التلاجة زي ما شفتوا كده. وهضربها كده بمضرب يدوي، بالمضرب الكهربائي، بالعجان، بايديكي. بس ضرب كده مستمر، لاني نجاح البسكوت بالذات هي في المرحلة دي بس. زي ما قلنا في الكحك، نجاح الكحك لما بنيجي نبسه نبسه نقعد فيه شوية كده، نبس فيه بالسمنة بيطلع معاكي ناعم ودايب دوب كده. نفس الطريقة. نزلت بالسمنة كده ضربتها زي ما شفتوا. ونزلت بعد كده بالسكر البودر. طبعا السكر انا بطحنه في البيت عندي، الافضل احسن من اللي بره بصراحة، لان اللي بره دايما بيبقى مخلوط عليه نشا. يعني في مطحنة الخلاط كده اطحني سكر، واضربيه واشتغلي بيه، هيطلع ان شاء الله معاك البسكوت في منتهى الجمال. لازم توصلي للقوام الكريمي فيها. زي ما انتم شايفين كده، كل دقيقتين كنت بنزل كده، بنزل الجوانب ونزل كل حاجة عشان كلها تختلط كده وكلها تتضرب مع بعضها. لازم من نجاح البسكوت بالذات ان انت تشغلي كده، يعني ايديكي مضرب يدوي مضرب كهربائي. المهم ان انت ضرب مستمر كده لمدة ربع ساعة. انا استخدمت بس العجان ربع ساعة كده بضرب فيها لحد ما وصلت للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. وكل دقيقتين كنت بقلب كده وانزل الجوانب عشان كلها تتضرب ايه وتتخلط مع بعضها. كان جميل جدا، وكان بسم الله ما شاء الله. ودي بصراحة طريقتي اللي ما بغيرهاش، بسكويت النشادر. وعايزة اقول لكم ان هو بسم الله ما شاء الله يعني بيطلع معايا مقرمش جدا وجميل، وبسم الله ما شاء الله حاجة يعني فعلا تشرف والله. نزلت كده البيض. طبعا هنا البيض طبعا بيبقى بحرارة الغرفة، ونخلي بالنا من النقطة دي، ما نطلعوش متلج او نشتغل بيه. بنزل ببيضة بيضة، اول ما بيضة بتختفي بننزل باللي بعدها، عشان في المرحلة دي طبعا عشان السمنة ما تفصلش معانا وما يفصلش سمنة زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان بتطلع البسكوتة صلبة نفسها وماسكة نفسها ومقرمشة وبمنتهى الجمال. كيلو دي على 4 حبايات بيض زي ما شفتوا كده. لو بيض صغير هنحط 5، لكن بيض كبير زي كده هنحط 4. البيكنج باودر بقى انا مش هحط غير معلقة واحدة صغيرة، ما تكتريش بيكنج باودر عشان ما ينفش منك قوي. ونخلي بالنا من السكر برضو. السكر انت شفتوني حطيت كوبايه دي 250 مللي. يعني نخلي بالنا. نزلت بالدقيق كده، طبعا الدقيق لازم ننخله كويس. وحطيت وما ننساش زي ما قلت ذره الملح. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسنيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. وما تنسوناش بدعوه حلوه من قلوبكم. دي ريحه الموز بتخلي، عايزه اقول لكم بقى، بتخلي البسكوت ريحته جميله وبيقلب الدنيا. وفي طبعا نكهات كتير على حسب ما انت ما هتحبي يعني هتقولي للعطار او اي مستلزمات حلواني هيديك الحاجات بتاعه البسكوت كلها. هنا حطيت الكف كده بتاع العجان. وطبعا في المرحله دي احنا مش بنعجن، بنلم الدقيق بس كده بالسوائل اللي حطيناها. ودول 3 معالق كده من الحليب
بالظبط، وحطيت عليهم معلقة صغيرة من النشادر، مش نكتر نشادر عشان برضو النشادر بتنفش البسكوت قوي لو كترتي منها. بصوا بنزل بالحليب رخر كده شوية بشوية. مقادير كلها سهلة وبسيطة، وهكتبها لكم برضو في صندوق الوصف اللي حابب الفكرة. وشكرا ليكم جدا من كل قلبي على تعليقاتكم الجميلة على كحك العيد، واللهم بارك طبعا بيكم وبيكم ان شاء الله مكملين. يعني بسم الله ما شاء الله، الحمد لله ولله الحمد، يعني عمل مشاهدة حلوة الحمد لله يا رب، وده بفضلكم وبفضل ربنا طبعا أولا، ودعاكم طبعا وكلامكم الجميل اللي بيرفع طبعا من روح الواحد وبيخليه يبقى عايز ينزل كل يوم فيديو. زي ما شفتوا العجينة كده لينة وجميلة، وانا وريتها لكم او ما بنختبرها ندورة كده على ايدينا ما بتشققش، مش ناشفة خلاص يبقى. طيب لو طلعت معاكي ناشفة ممكن تحط لها شوية حليب صغيرين جدا. طلعت طرية معلقة دقيق واحدة وخلاص على كده. خلاص بس نخلي بالنا برضو من المقادير عشان البسكوت حساس شوية بيبقى، يعني لو كترنا شوية من السكر بيفرش معانا، كترنا من السمنة برضو بيفرش معانا، كترنا من البيض بينفش معانا، فنخلي بالنا من النقطة دي. هنا بقى النقطة بقى العذاب بعينه بقى هنا. انا طبعا اللي متابعني عارف ان انا يعني كذا فيديو قلت ان مطبخي ربنا يوسعها علينا وعليكم يا رب، مطبخي ضيق فوق ما تتخيلوا. فطبعا عايزه اعمل واوريكم بالمكنه دي، المكنه البسكوت اكيد كلكم عارفينها. فطبعا كنت حطاها كده كانت بتتهز، وحطاها على حاجه كمان لانها مش راكبه على الرخامه، فمعلش اعذروني والله، انا كان نفسي اعمله كله معاكم بس هي مش راكبه على الرخامه خالص، وكانت مضايقاني ومش عارفه اتملك اعمل ولا اصور. فمعلش هعمل معاكم كام واحد كده وهكمل انا بقى مع نفسي. هنا الصاج زي ما شفتوا كده انا ما بدهنوش اي حاجه خالص، بستكفي بالسمنه اللي في البسكوت. هنا خلصت الكميه، بصوا كيلو من الدقيق اللهم بارك عمل معايا كميه قد ايه. بسكوت جميل وطلع جميل، وزي ما دخل زي ما شفتوا كده زي ما هيطلع ان شاء الله. طبعا هنا بشغل الحرارة على 170 من تحت، وبحط في الرف اللي في النص، انا ما بعليش النار عليه، بخلي النار هادية عشان يطلع معانا لون ذهبي زي ما انتم شايفين كده، ويطلع كمان مقرمش وجميل بالشكل ده. وبداير بقى الصاج شمال ويمين طول ما انا شغاله قدام الفرن، بخلص الكميه كلها وبقعد اسوي براحتي بصراحه، عشان ايه ما احط الصاج وارجع الف وكده الصاج يتحروق مني. لا شفت السوا كل واحد ولون ذهبي وجميل وبمنتهى الجمال، وزي ما شفتوا زي ما دخل زي ما طلع. البسكوت ما بيتخمرش ما بيقعدش، على طول بنخلص بنخبز يكون الفرن شغال، واحنا في اخر صاج نشغل الفرن قبلها ب10 دقايق ونشتغل على طول في البسكوت في الفرن، وهيطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. طبعا هنحتفظه بأي علبة، بس بلاش علبة بلاش كرتونة، علشان الكرتونة بتتمص الدهون اللي في البسكوت والحاجات دي. بلاش كراتين خالص نحط فيها ولا كحك ولا بسكوت، أي حاجة بلاستيك تكون محكمة الغطا هنحط فيها، وهتطلع وهيحافظ عليه وهيقعد معاكي زي ما انت عايزة بقى تقعديه. وبألف هنا وشفا للكل، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم والله أكرم، ويعود علينا أيام بخير. ويا رب العيد كده يخش عليكم بالفرحة والسعادة والبهجة يا رب والسرور. وبحبكم في الله جدا يا أحلى اخوات في الدنيا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك ودعوة حلوة من قلوبكم يا أحلى اخوات في الدنيا.